صندوق كبير بيشتغل. دي لوحة الكهرباء. المواسير اللي احنا شايفينها المتغطية دي مواسير المية الساقعة. المية الساقعة اللي بيبقى ماشي من خلال الشيلر. المية بتبقى ماشية في المواسير دي، في قلبها محابس، بتبقى داخلة في قلب الصندوق الكبير ده هنا المية دي دخول وخروج. عندي زي ما احنا ما شايفين كده، بتدخل المية دي على نظام كويل كبير عامل زي الحيطة جوه صندوق. تمام. الباب اللي احنا شايفينه ده اللي بنقدر من خلاله نغير الفلاتر. الباب اللي هناك بعيد ده في دايره في النص، ده خاص بالبلور والموتور والسير بتاعه. طبعا الصندوق اللي متقفل ده اللي بيغطي على الفلاتر. زي ما احنا شايفين فوق السطح في كذا مبنى، كذا صندوق لكذا فانه. الجنب اللي متغطي ده ضغط بيمشي فيه الهواء الساقع. طبعا الضغط ده بيبقى نازل لحد المحلات تحت، عشان المبنى ده مبنى مول، فطبعا الحاجات دي بتبقى معمول حساباتها. عندي المبنى بيبقى مكون فيها اكتر من فان كويل، اكتر من اير هاند. زي ما احنا شايفين بتشتغل ب 380 فولت مش 220. في كل حاجه فيها مليانه حساسات. وزي ما احنا شايفين في ليله كبيره موجوده. اقل فان من دولت بتعمل رقم كفلوس ولها حسابات معينه وقصه. فاحنا اللي بنتكلم فيه دلوقتي ان احنا عندنا الشيلر اللي بيشتغل بالميه الساقعه دي، اللي احنا شايفينه ده المواسير بتاعه الميه الساقعه، ودي اسمها فان كويل او اير هاند. الاير هاند ده زي ما احنا عرفنا اللي هو ما بيمشيش فيه فريون، بيمشي فيه ميه ساقعه. وطبعا الصيانات بتاعته بتبقى سهله جدا، بس اللي بيبقى بيتعود ان هو يعمل صيانه للاير هاند دي. اللي احنا شايفينها دلوقتي دي الترمبات بتاعه الميه، رفع الميه. وطبعا في حاجات تانية وقصص تانية برضه بتبقى في الفيديو الجديد ان شاء الله. اما اللي احنا شايفينه قدام عينينا دلوقتي ده اللي بيبقى موجود في قلبيه الميه، يعني دي الابراج بتاعه الميه. الميه بتيجي من العمومي بتوصل للاماكن ديت، بتبقى ميه عاديه، ممكن تبقى ميه سخنه عاديه، ولكن مع المراوح اللي بتبقى شغاله بتمتص السخونه، وبالتالي الميه ديت بتبقى بدرجه سقوعيه، فبتعدي الميه ديت على الكولر اللي موجود بتاع الشيلر. اللي احنا شايفينه ده كده البرج بتاع الميه، هو البرج اللي بيقدر ان هو يسقع كميه الميه اللي داخله خارجه. وفي نفس الوقت لو في فقد في الميه، الترمبات بتعوض الفقد ده عشان يفضل البرج ازاي. شفنا دلوقتي الفان كويل او الاير هاند. الاير هاند اللي ما كانش حد يعرف عنها حاجه خالص الا ناس معينه في مجال التكييف، وبالاخص الناس اللي بتبقى متعوده ان هي تشتغل في شغل المركزي والشيلر والكلام ده. فالاير هاند ديت ليها تفاصيل تانية جوه الفان، جوه الصندوق الكبير ده. بنشوف الكويل عباره عن حيطه كبيره زي الكويل بتاع السربنتينه بتاع التكييف العادي بالظبط، بس دي بتبقى حيطه كبيره قوي وجواها الميه ماشيه. وهنشوف برضو شكل الفلاتر اللي موجوده جوه الاير هاند ديت. ومن الجنب التاني هنقدر نشوف البلور بالحجم الكبير بتاعه، بالموتور نفسه، بالسيول اللي بيشتغل بيها. فاحنا دلوقتي شفنا الاير هاند من بره، هنقدر في فيديو تاني نشوف الاير هاند من جوه مكوناته ايه، ونبقى شايفينه فعلا على الطبيعه. وبالنسبه للابراج بتاعه الميه، ابراج الميه احنا شفناه في الفيديو ده من بره، خدنا كده الشكل من بره. في فيديو اخر باذن الله نقدر نشوف بصوره اقرب شويه البلور بتاع برج الميه شكله ايه وبيشتغل ازاي، والمروحه بتاعته، والصندوق الصندوق نفسه بتاع برج الميه. نقدر نعرف الشكل من جوه ازاي، تكوين الحوض بيبقى ازاي، وشكل الميه والعوامه جوه البرج ده، والاماكن اللي هي اصلا فلتر، وبتعتمد على ان المروحه لما بتشتغل بتسحب هواء من الفلاتر ديت. فالموضوع هنبدأ نعرفه أكتر وأكتر في تفاصيل تانية إن شاء الله. بس النهاردة كان نبذة كده بسيطة عن الإير هاند وعن الشغل بتاعه. الإير هاند اللي احنا شفناه المرة دي الصاج الأبيض اللي احنا شفناه ده، الهواء بتاعه بينزل لحد المحلات تحت، البراندات الكبيرة بيبقى فيها سقف ساقط. الصاج ده بينزل بيبقى بمسلوب، كل ما بينزل وبيوصل لحد الأدوار المعينة اللي في المحلات بيبقى بمسلوب لحد ما بيوصل لكل محل. في النهاية خالص بيبقى صناديق صغيرة ترمي هواء في الصالة، في أماكن الملابس أو في أماكن الكافيه أو في أماكن الفرق كاشير. كل الكلام ده كله بيبقى معروف، بس التفاصيل الكبيرة بتبقى فوق في المبنى.
الشغل الشقة كله والتعب والمجهود الكبير كله بيبقى فوق في المبنى، ولكن اللي بنشوفه تحت او النتيجة اللي بتوصل لنا تحت هي الهواء الساقع والترموستات اللي بنقدر نشغل ونفصل من خلاله، او ان كانت فانة صغيرة زي ما شفنا قبل كده، وازاي ان احنا ننظف النصفة بتاعتها. فدي كلها كانت حاجات صغيرة، ولكن التكييف المركزي الشيلر اللي بيشتغل بفريون ومية وبيوصل لنا تحت شبكة المية بس، فدي بتبقى تفاصيل كبيرة. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه أنيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.